بالقرآن اهتديت، في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أتم علينا القرآن وهدانا به وجعله لنا صراطا مستقيما، فهو النور المبين وهو السراج المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى من هذا اليوم المبارك أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعله لنا دستورا ونورا وملجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمرحبا بكم في برنامجكم الدائم، برنامج روايتي في قراءتي. نتعرف اليوم بفضل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأفاضل من خلال هذا البرنامج على رواية جديدة، ولعلها تكون الرواية التي بعد الأخيرتين بفضل الله تبارك وتعالى، ألا وهي رواية روح عن يعقوب الحضرمي، التي قرأنا في الحلقة الماضية برواية رويس عن يعقوب الحضرمي. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى في لهذا اليوم المبارك سنقرأ عليكم برواية روح عن يعقوب الحضرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. كانت معكم أيها الأخوة الأفاضل رواية روح عن يعقوب الحضرمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الرواية، وأن ينفعنا بهذه التلاوة، وأن يجعلها في موازين حسناتنا إلى يوم أن نلقاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرحمنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.